دفاعيا بين الكبيرين، والمحاولة السريعة فيها دفاعيا، هنا المرور، هنا التسويبة، هنا ميلان، هنا ميلان، هنا ميلان، ميلان يتقدم إلى الأمام وتعود ذاكرتهم إلى الوراء، إلى الوراء، من أجل المكان والمكانة، من أجل الملايين من العشاق، من أجل استعادة التاريخ، من أجل ذكريات ميلان العريق. حفوة في اللقطة الماضية، لكن أمام من؟ أمام الخطير، أمام الكبير، أمام الهداف، أمام مينيس. ماذا فعلت يا ناتشو؟ انقض عليها كالصقر، مرور من حارس المرمى نافاس. ميلان يتقدم إلى الأمام لتعود ذاكرتهم إلى الوراء. 1-0. لا تحضر النتيجة السلبية في تاريخ لقاءات الفريقين على الإطلاق، على الإطلاق. يعني اليوم تحول الآن مرة أخرى في مكان سليم، فيها انطلاقة، فيها محاولة، الكرة في الجهة اليسرى وصلت إلى الشعراوي. هذه خطرة، هذه خطرة، هذه كرة يا رب. تبغيها الشعر، هو شعراوي، تبغيها رواية، هو راوي، هو الشعراوي. وهذا ميلان، هذا ميلان، هذا الروزنيري. مينيس أولا، الشعراوي ثانيا. ميلان يتقدم بهدفين نظيفين في قمة التحدي. لا يتركون التحدي بالرغم من آلامهم وهمومهم، لا يتركون التحدي. شوف الشعراوي، شوف اللقطة، إنهم يتناسون كل شيء ولا يتذكرون سوى ميلان. الله على الشعراوي، الله على الانطلاقة والتحرك في اللقطة الماضية. تحضر ولكنها تحضر لميلان. خيسو رودريغيز يقطع المسافة بالسرعة، يلعب إلى الجول، تسويق وعيناه لا تنظر إلى الأمام. انتهى العام ولم تنتهي الأرقام يا كريستيانو، انتهى العام ولم تنتهي الأرقام يا جون. حتى آخر مباراة، حتى آخر يوم، حتى آخر فرصة، حتى آخر كرة، كريستيانو مدد. هذه الإمارة على الكثير من المناسبات والأحداث التي تساهم في الترويج، لكن الآن ميلان يروج عن المتعة، ميلان يروج عن الفن، ميلان يروج عن الإبداع، ميلان يروج عن الماضي، ميلان يروج عن التاريخ، ميلان يروج عن الشعراوي، ميلان يروج عن القوة، عن السرعة، عن المهارة، عن الهجوم، عن ميلان، عن القميص، عن الشعار. إنهم يروجون عن متعتهم التي لا تنتهي. الشعراوي يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة لتصبح النتيجة 3-1. ليلة كبيرة للشعراوي،